حضّريها قبل الفطار بربع ساعة، طبق شوربة مُشبع جدًا هيشبعِك بسرعة ومش هيخلّيكِ تلخبطي في رمضان، سخن وهيدفّيكِ ويدّيكِ طاقة ومش هيخلّيكِ تحسّي بالخمول اللي بتحسّيه بعد الفطار. حُطّي لايك للفيديو وهاتي لي حلة فيها معلقة سمنة بلدي، تسخن السمنة بانزل عليها ببصلاية متقطّعة مكعبات، يُفضّل لو البصل الأبيض موجود تستخدميه، ما فيش استخدمي البصل الأحمر عادي. باحُط عليها عيدان كرفس متقطّعة مكعبات صغيّرة، فصّين توم مفرومين، ولو عندِك جزر حُطّي جزراية أو 2 صغيّرين متقطّعين مكعبات صغيّرة. بعد كده عندي ربع كيلو بانيه متقطع مكعبات برضو، متبلاه بملح وفلفل اسود وشويه بابريكا ورشه من بهارات الفراخ، وبنزل بيه يتشوح مع البصل والكرفس، ولو في جزر كمان حطيه. بعد ما الفراخ بتتصدم كده وتاخد لون بسيط وتتشمع معايا، بنزل بقى بالفريك. عندي كوبايه من الفريك مغسول بس مش منقوع، وبصفيه وبنزل بيه. بالمناسبه ممكن تعملي الشوربه دي باللحمه عادي جدا، مكعبات لحمه صغيره هتحطيها بدل الفراخ، وبرضو بتنزلي عليها بالفريك وبنفس الطريقه وبنفس التسويه. بعد كده باحط بقى معلقة صلصة طماطم كبيرة بتضبط لون الشوربة، وممكن تخليها معلقتين لو انتي بتحبي لونها احمر شوية. بقلب الصلصة لحد ما ريحتها بتطير كده، وبضيف عليها بقى المية المغلية. المية ضروري تكون مغطية الفراخ والفريك بشوية كويسين، عشان طبعا الفريك لسه يستوي، والفراخ كمان هتستوي لسه ما استوتش بالكامل. بنغطي بقى عليها وبنسيبها تغلي 10 دقايق على نار هادية، وبعد كده بنطفي النار. ناخد بالنا الفريك ما بيكونش استوى بالكامل، بس لما بنطفي النار وبنسيبه شوية في الشوربة بيستوي اكتر وبيفشر معانا، وبتلاقي قوام الشوربه نفسه اتغير. اخر حاجه بقى بظبط الملح والفلفل او اي بهارات انا حابه اضيفها. بعد ما اتاكدت ان الفريك استوى بغرف الشوربه اللي عندي، مش محتاجه بس غير عصره نص ليمونه. حلوه قوي، جربيها على سفرتك في رمضان.